هاي يا جماعة، كيفكن؟ شو أخباركن؟ بما إنه عم شوف كتير فيديوهات على الإكسبلور عم تحكي عن الدكتور هذا اللي مات الله يرحمه، ضياء، ونظام الطيبات. حبيت لكم إنه كل شخص لازم يتبع نظام خاص فيه، شو بيناسبه شو ما بيناسبه. يعني أنا بالنسبة لي جربت كتير، صار لي 15 سنة عم جرب مثلا هيك أكل، بشوف حالي تاني يوم شو صار الأعراض الجانبية. إذا صار عندي أعراض جانبية بوقفه. فأنا متعودة على نظام هلأ حاليا، يعني صار لي تقريبا شي فترة طويلة ماشية عليه، ما بعرف قديش، كم شهر هيك. الصبح بفطر تمر، حبة فواكه، نوع مكسرات نايم غير مملح، حبة زنجبيل أو حبة كركم فريش. شايفين هذا أنا مقشرته فريش. بعدين باخد الفيتامين تبعي وبريح 3 شهور من الفيتامين. يعني كل مرة بخلص كورس وبرجع بريح 3 شهور، برجع باخد فيتامين تاني. هذا أنا باخده ناد، بحسه كويس للبشرة. بشرب كاسة مي. هاي الصبح أنا طبعا يعني الصبح بس فطور متأخر، يعني بعد 11 هيك، لا تقريبا 4-5 هيك بتعشى وبعدين ما باكل لتاني يوم. يعني بتعشى هيك وجبة مثلا رز لحمة كذا، يعني شي بناسبني لإلي، شي ما بيتعب معدتي. وهذا النظام اللي أنا ماشي عليه كتير مريحني. وطبعا يعني هيك أحيانا باكل سناكات، بس بتكون سناكات طبيعية، فواكه، أشياء طبيعية، أشياء أنا مساويتها بالبيت. يعني هيك. وامتنعت عن القهوة مؤخرا، حسيت إنه القهوة في لها أعراض جانبية علي. فعم بشرب هلا حاليا هوت شوكليت أو كاكاو. فأنتوا بالنسبة لإلي برأيي يعني الخاص إنه تتبعوا الشي اللي بيناسبكم لإلكم، ما تتبعوا الشي مثلا هيك تخبيص. وطبعا ترجعوا للدكتور الخاص فيكم. أي شي بيطلع عليكم مثلا لازم ترجعوا الدكتور، تحللوا، تفحصوا، تعاملوا. بس أنا هذا النظام اللي متبعته كتير مناسبني. وطبعا بعمل كل فترة تحاليل وبرجع للدكتور هيك وبطمن على حالي. الله يعطيكم الصحة. وطبعا بدي ورجيكم هاي أنا بدون جيم، بدون ما أروح على الجيم، بدون ما أرهق نفسي، بدون ما تعب حالي. هذا خصري اوكي. وهذا وزني محافظة عليه تقريبا من سنين طويلة، يعني ما بزيد ولا بنقص، وزني ثابت وكتير عاجبني. بتمنى لكم حياة سعيدة.